رفعت الجمال. الذي عرف برأفة الهجان. الذي عرف برأفة الهجان. يعني ممكن من الشخصيات اللي يعني كتب بقى عليها كتير وخلافه، فما فيش شك اعرفه. حضرتك عرفته عن قرب. ما فيش. هذا الرجل ألم يشعر بخوف وهو يقتحم؟ احنا رأينا في بعض المشاهد انه كان متخوف، كان مضطر، انما في النهاية صمم انه يعمل شيء. الانفعالات الإنسانية حضرتك أقرب تمام. على انك تصفها لنا الآن. هل بالفعل كان بهذه الجرأة انه يوضع وسط العدو؟ يعني انا عندما اقابل شخص بيني وبينه بعض العداوة ربما اتجنب لقائه، فما بالنا جميعا بشخص يوضع في مجتمع كله يكرهه. هو الحقيقة هنا الإنسان وهنا مهم قوي اختيار الفرد ودراسة خلفياته. هو رفعت الجمال أو رأفت الجمال كان بطبعه مغامر. كان بطبعه مغامر، بس وليس منتحرا. ما أنا لا 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 ما هو كان بطبعه مغامر. ده نمرة. نمرة 2 عنده طموح. نمرة 3 أهله أو أخواته الغير أشقاء يعني مش سعداء بيه لأنه فاشل في حياته الدراسية وحياته الاجتماعية. كان مغامر، يعمل عمليات في مصر ويحاول يعمل بعض عمليات اعتبرها نصب، اعتبرها سرقة باسبورات ويسافر بيها، نوع من التحايل لكي يعيش. واعتقد انتوا لو تلاحظوا الفترة الاولى في المسلسل اللي كان فيه الاخ الله يرحمه بقى محسن فايق او محسن ممتاز، اللي هو كان فيه هذه الصفات. كان ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش يعني. وكان اصعب المهام الشاقة بالنسبة لي بعد ما تم اختياره ووضع العين عليه، وانه يخش بعد تأهيله وتأهيله المتكرر، وابتديت تحطه في المجتمع اليهودي في مصر، وازاي يقدر يعمل بنتريشن فيه، اختراق، ويبدأ الاختراق بعملية المساعدة في تهريب الفلوس يعني. وابتدى كل ده تحت ملاحظة تماما، انت بتلاحظه تماما، وزارة الداخلية والمباحث بتخليها تتابعه تماما، والعدو ايضا يلاحظه تماما. والعدو لسه ما لاحظوش. خدوا انه يهودي ايه حقيقي. لا، يهودي مش حقيقي وبس، يهودي بيتفانى في خدمتهم. انما كان تحت ملاحظتهم ايضا. ما فيش شك. طبعا ما انتوا لاحظتوا كانت الرقابة عليه في المسلسل اليهود والجانب يتبناه ايه وخلاف. فهو كان فيه شوية مواصفات اللي ممكن تقول انه يصلح ليها بشكل جاد. في هذه الاثناء اعتقد برضو ان احنا عيشنا، وبرضو جت في بعض القضايا الاسرائيلية، اليهود المصريين وبعضهم اللي جه من بره، وزي القضايا بقى اللي اتكلمت جون دارلينج ومش جون دارلينج، يعني مجموعات القضايا وكان احساسنا انه الله، اذا كانت اسرائيل بتيجي اهي عندنا بتشتغل عندنا، وجه ضابط مخابرات اللي بقول لك اتمسك بعد كده بيدير شبكة التجسس من اليهود المصريين، اذا لازم احنا كمان ندخل جوه مجتمع نخش هناك. وكان التفكير، وفي بداية هذا للتاريخ ممكن نقول انه اول تفكير في التاريخ كان 2 أو 3 بدوا بيه، اللي هي بداية رأفت الهجان. كان زكريا محي الدين في ذاك الوقت رئيس الجهاز، حسن بلبل في ذاك الوقت رئيس الخدمة السرية. ثم طبعا لما حصل التغييرات وحصل 56 اخر 56 ديسمبر 56 او يناير 57 او بتاع، جينا احنا بقى وابتدينا نتولى ادارة هذه الحاجات وتكملتها يعني.
بعد تأكيد انه رفعت الجمال قدر يثبت وجوده هناك ويخش في المجتمع ده ويثقوا فيه بقصص طويلة جدا مش مجالها، لكن جزء كبير منها طلع في المسلسل لكن مش كله. انه ما ثبت هذا ووصل انه الامر انه لازم يمشي لان الداخلية بتطارده والسلطات المصرية بتطارده بالظبط. الى ان راح الى اسرائيل. ثم بقى ابتدى يعيش الحياة بتاعته. انا اتذكر اول مرة قابلته، انا اول مرة قابلته بعد ما راح في اسرائيل. يعني ما قابلتوش في مصر، قابلته في مصر بعد كده صحيح لما كنت اجيبه، لكن قابلته لما راح اسرائيل وبعد فترة وابتدى يحس بقلق بعد بقاله سنة ولا سنة ونص كده قلق. وتحس انه ابتدى تاني يعود لتمرده وحس بتغيير الهندلج اللي معاه. فالمهم فعلا وكان شعراوي جمعة اياميها فعلا موجود رئيس الخدمة السرية، ورحت فعلا واتعرفت بيه وقابلته بعد ما درست يعني ظروفه كلها، وبديت مع رفعت البداية الطويلة في عملية بقى المجتمع وكان الأول دايما أقول له ما احناش عايزين معلومات تعرضك، انت ادرس المجتمع الإسرائيلي، احنا عايزين نعرف تحكي لنا المجتمع الإسرائيلي هو بيعمل ايه، سلوكه ايه، اسلوب من التدريب